ورجعنا لكم تاني يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي وتوقعات الجوله ال 23. طبعا يعني يا ريت تكونوا سمعتوا نصيحتنا الجوله اللي فاتت يعني 5 من 7 في التشكيله الاساسيه و2 من 3 في الكابتنه، يعني شبرونا نقط. ويعني يا ريت تدعمونا عشان نوصل ل 1000 سبسكرايبر. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك اشترك واعمل سبسكرايب. وفي حراسة المرمى النهارده معانا بيتر تشيك سعره 5.3، هيلعبوا ساوثهامبتون اللي ما جابوش غير جون واحد بس في اخر 5 ماتشات لعبوها، غير طبعا ان في دبل جيم ويك الاسبوع ال 37 اتحدد خلاص، وارسنال هتلعب ماتشين في الدبل جيم ويك ده. وغير كده ان بيتر تشيك بعد ما جاب الكلين شيت ال 200 له في البريمير ليج الدنيا قفلت معاه بقى خلاص، ما بقاش فيه اي جوال بتخش فيه، بقاله ماتشين محافظ على نظافه شباكه، هيبقى اختيار ممتاز جدا للجوله الجايه. خط الدفاع النهارده ناوتون هيلعب ويست بروميتش سعره 4.6. طبعا عارفين ويست بروميتش اليومين دول بيمروا بفتره صعبه جدا في تاريخهم، وغالبا نازلين درجه تانية. كمان نقول ان يعني سوانزي من الفرق اللي ساعات تقدر تتقفل دفاعها كويس. تاني واحد معانا سانشيز مدافع سبيرز سعره 6، يعني مدافع سعره فيه. خلينا نتكلم ان ستوك سيتي كمان ما جابتش غير هدفين بس في اخر 5 ماتشات لعبتها، وتوتنهام كمان عندها 3 كلين شيتس في اخر 5 ماتشات لعبتها. كمان زيادة على كل ده ان توتنهام عندها 2 دبل جيم ويكس يا جماعة. الاسبوع ال 34 هتلعب ماتشين، والاسبوع ال 37 طبعا اللي اتحدد برضه هتلعب ماتشين. سانشيز هيبقى من الاختيارات الممتازة جدا ليك في الفترة دي. وفي خط النص النهارده معانا ميليفوجوفيتش سعره 5. طبعا خط النص بتاع كريستال بالاس هو بينالتي تيكر، جاب جولين في اخر ماتشين، جاب طبعا بينالتي قصاد ليفربول، ممكن يكون من خياراتك الجيده، خصوصا ان هم هيلعبوا بورنموث، ممكن كريستال بالاس تعرف تسلك اي حاجه في الماتش ده. تاني واحد معانا ماني يا جماعه سعره 9.5، احصائيه جامده جدا لماني، طبعا غير ان هم هيلعبوا ايفرتون الماتش الجاي. ماني عنده 3 أهداف و3 اسيستات في اخر 5 ماتشات لعبها، من احسن يعني كونتريبيوشن في خط النص في اخر 5 ماتشات الفتره اللي فاتت، يمكن كمان اعلى من ديلي الي اللي عنده 3 أهداف و2 اسيست. لا، ماني عنده 3 و3. في خط الهجوم النهارده كين، رجعنا نقول كين تاني بعد ما رجع من الاصابه. كان مدرب توتنهام قاعد يقول لك ممكن يلعب ممكن ما يلعبش، وبعدين جاء في المؤتمر الصحفي ادى يعني هنت كده صغير ان كين جاهز ورجع ممكن يشارك في ماتش تشيلسي، وفعلا ده اللي حصل. لعب زي 30 دقيقه كده في اخر الماتش. هيلعبوا ستوك سيتي، طبعا الدفاع منهار تماما، غير ان توتنهام زي ما قلنا عندهم دبل جيم ويك اسبوع ال 34 وال 37. غير ان كده برضو احصائيه كمان جامده قوي لهاري كين، ان هاري كين عنده 8 اهداف في اخر 4 ماتشات لعبهم مع ستوك سيتي. دايما ماتشات 5-1 4-0 4-0، يعني ماتشات فيها اهداف كتير. ممكن هاري كين يعني مش يجيب جول كمان، لا يجيب اكتر. تاني واحد طبعا جلين موراي مهاجم برايتون ألبيون، ضيع صحيح ضربة جزاء الماتش اللي فات، بس خلينا نقول ان برضو برايتون هيلعبوا ماتشين في الدبل جيم ويك ال 34 وماتشين في الدبل جيم ويك ال 37. عنده 3 أهداف في اخر 5 ماتشات، يعني لو حد ممكن يجيب من برايتون ألبيون اعتقد ان هو هيبقى جلين موراي. هيلعبوا هادرسفيلد، فرصة جلين موراي ان هو يعوض الجماهير على البنالتي اللي ضاعت الماتش اللي فات، واللي خلينا نقول اثرت جامد، يعني كانت ممكن تخلص الماتش بس ليستر سيتي رجعوا وحسموا الموضوع.
وخيارات الكابتن النهارده كين، اتكلمنا عن كين طبعا ضد ستوك سيتي واحصائياته الممتازه. اوباميانج اللي يعني مش عارف اقول ايه، هو من ساعه ما جه الدوري الانجليزي وهو شغال ان شاء الله، يعني ما شاء الله عليه ما بيونش. تالت واحد فاردي، برضو عندهم ماتش مع نيوكاسل، فرصه فاردي ان هو يتالق الماتش ده ممكن تكون كبيره جدا. والفايزين معانا النهارده طبعا علي الصياد. علي الصياد قال ارناتوفيتش وفالنسيا واوباميانج. مش اول مره علي يكسب معانا، علي يمكن كان اول واحد كسب معانا في البرنامج. ومبروك يا علي، واستمر معانا طبعا، لسه في كام اسبوع جايين. تاني واحد هو محمد كمال، قال لوكاكو ارناتوفيتش واوباميانج، ومحمد كمال ما رضاش يستلم جايزته. يعني طبعا هو حقه يستلمها، بس خلاص هي حاجه بناء على رغبته. طبعا علي استلم جايزته. ومسابقه الاسبوع ده هتبقى انك انت تتوقع 3 ماتشات، ماتش ينتهي فوز لفرقه، وماتش ينتهي تعادل، وماتش ينتهي بهزيمه فرقه من الفرق. وطبعا ما تنساش تعمل لايك للحلقه وسبسكرايب، واي سؤال عندك سيبه في الكومنتس تحت وانا هرد.